طيب نبداو بالنقطة الأولى، نقطة هذا الحضور يعني الشهري لرئيس الحكومة أمام البرلمان. وغنسألكم السيدة ماء العيني إلى أي حد هذا الحضور هذا كان موعد يعني للنقاش السياسي الحقيقي؟ بالنسبة لحضور رئيس الحكومة في جلسات شهرية داخل البرلمان بموجب منطوق الفصل 100 من الدستور، في الحقيقة أعتقد في يعني تقييمنا الإجمالي لهذه الجلسات ديال الحضور أنها حققت المرجو منها. أولا لأنه وقع التوافق داخل مجلس النواب على الخصوص حول الموضوعات الكبرى التي سيتم نقول مساءلة أو مناقشة رئيس الحكومة بخصوصها، وكانت في الحقيقة هي نقاشات عامة تلامس جوهر السياسات العمومية، سواء من الحكامة ومحاربة الفساد أو المناخ الاستثمار أو سياسة التشغيل. أعتقد أنها كانت من التدابير اللي جابها الدستور، وكانت تدابير حقيقية اللي استطاعت أن ترفع من نجاعة وفعالية العمل البرلماني، خصوصا في علاقته بالحكومة. نعتقد أن رئيس الحكومة الآن كان موفقا إلى حد كبير في معاودة رسم ملامح جديدة لرئيس حكومة عنده قدرة كبيرة على التواصل مع ممثلي الأمة بالخصوص داخل المجلس، ولكن أيضا عبر ممثلي الأمة مع الشعب. ولذلك أنا كنعتقد بأن كانت الحكمة كبيرة من وضع هذه النقطة الدستورية ومن العمل على الأجراء ديالها والتفعيل ديالها. في الحقيقة كان واحد الحوار بناء داخل مكتب مجلس النواب سواء مع المعارضة أو بين الأغلبية على ضرورة إنجاح هذه الخطوة كخطوة دستورية هامة، لأنها جت في واحد السياق ديال أولا كان في حضور رئيس الحكومة لمجلس النواب، نقص لنا من ديك على الأقل واحد المعنى ديال اللي كانوا كيحسوا به النواب ديال تعالي رئيس الحكومة أو رؤساء الوزراء السابقين، والضعف ديال التواصل ديالهم مع المؤسسة البرلمانية أو الحضور داخل هذه المؤسسة. اليوم رئيس الحكومة حضر في المناسبات اللي كان يستدعى فيها فعليا، ووافق دون نقاش ربما وحتى دون تحفظات على الموضوعات الكبرى التي رسمت. هذا الشيء كيجي في إطار تفعيل حقيقي لسلطة الرقابة والتشريع الموسعة اللي جابها الدستور للبرلمان، وأضاف من خلالها واحد النفس جديد للعمل ديال هذه المؤسسة، خصوصا في إطار تواصلها مع الشعب وبخصوص وضع واحد الآليات جديدة اللي هي كفيلة بإعادة تشكيل الصورة الذهنية المرسومة عند المواطن المغربي على العمل البرلماني. هذا يضاف طبعا إلى تفعيل أداء الحكومة عبر تفعيل أداء المعارضة، خصوصا في علاقتها بمساءلة الحكومة داخل مجلس النواب من خلال الفصل العاشر، إضافة إلى واحد الإجراءات ديال التخليق سبقات هذا العمل هذا، لأن حضور رئيس الحكومة جاء ليتوج واحد مجموعة من الإجراءات الدستورية اللي كانت فاعلة وكانت كتهدف في اتجاه منح صورة جديدة للبرلمان المغربي بالحضور الوازي للنساء والشباب ونخب جديدة يعول عليها. كاين على مستوى التخليق كان منع الترحال السياسي، وهذه كانت نقطة مهمة أضفت على العمل البرلماني واحد المعنى آخر. على مستوى الحصانة اليوم رفعت الحصانة على النائب في خلال إبدائه للرأي ديالو، ولكن لم تمس ولا لم تلحق ما يمكن أن يسجل في إطار الجناح الجنائية. هذه النائب البرلماني ولا المستشار البرلماني من حقه مازال المتابعة. على مستوى التفعيل أيضا كاين واحد العمل كبير على مستوى التخفيض من النصاب القانوني لعقد لجان تقصي الحقائق، وهذه مسؤولية تنتظرنا جميعا داخل مجلس النواب خصوصا. وكاين إجراءات أخرى. أنا أعتقد بأن الجلسة الشهرية ديال رئيس الحكومة جاءت لتتوج هذه المجموعة من الإجراءات وكانت ناجحة في أداء الأهداف ديالها. السيدة ماء العيني، قال الأستاذ رشيد الآن أننا في مرحلة تأسيسية، والمرحلة التأسيسية ملي هذه الحكومة تضع الدستور ولا تضع القوانين التنظيمية المخولة بتفعيل الدستور فعليا وإخراجه من كونه مجرد وثيقة باش تصبح عنده روح سارية على مستوى الواقع، يتطلب تعميق النقاش أولا، لأن المنادات بالتسرع في إخراج القوانين التنظيمية هذا نعتقد بأنه لن يكون إيجابيا على مستوى البناء الديمقراطي اللي كنطمحوا له، لأن من يشرع القوانين التنظيمية يشرع لواحد المرحلة طويلة غترهن مستقبل المغرب الى ان ياتي مرحله تعديل دستوري جديد. لذلك انا كنقول بان تمنطق العرقله اللي بعض المرات يواجه مجموعه من القوانين اللي كتدخل البرلمان او لا على مستوى النقاش خصنا نتخلصوا منه باش تكون عندنا اراده متكاتفه، باش اولا نوفر المناخ السياسي اللي ممكن تخرج فيه هذه القوانين التنظيميه، لان باش نناقشوا نقاش دستوري خص يكون عندنا اولا المناخ السليم. ولذلك اليوم كتلاحظوا ما اللي كيجري في المشهد السياسي هو انه ملي كنحاولوا ننقلوا النقاش
ونرفعوه الى مستوى النقاش الدستوري ومستوى النقاش اللي كيلامس واحد النقط اللي هي جوهريه على مستوى تفعيل الدستور، سرعان ما يتم اخراس هذه الاصوات. بل اكثر من ذلك كنرجعوا لواحد الاساليب بائده باش نعاودوا المسلسل ديال اخراس الاصوات من منطلق واحد الوجوه اللي اليوم هي مطالبه فعليا بالتواري على المشهد السياسي، كما ما كانتش عندها الجرأه باش تكون فاعله في الوقت اللي كان نقاش حقيقي داخل المغرب. اليوم ايضا مطالبه بالتواري باش اولا شكون هذه الوجوه السيده معين؟ شكون كاينه وجوه متعدده اليوم وكاينه اصوات متعدده اللي ما كترتقيش بالنقاش. انا غنعطيك نماذج متعدده من اللي كيتفتح نقاش على مستوى الدستور في التفاصيل ديال الاجراء ديالو، سرعان ما كنلقاو بان ماشي هذا هو النقاش، وسرعان ما كينحرف النقاش لواحد المستوى تفصيلي تجزئي اللي ما انا كنقول بان القوانين التنظيميه بموجب الفصل 86 اليوم ينتظر من هذه الحكومه خلال الولايه التشريعيه. احنا الان لم نتم بعد السنه الاولى، وطبيعي ان جميع الفرقاء اليوم يتدخلوا باش يناديوا بانه خص يكون واحد الكثير من التريث والكثير من اعمال المقاربه التشاركيه ولا الديمقراطيه التشاركيه من خلال اوراش الحوار اللي كاينه اليوم. كاين اوراش حوار مع الشباب، كاين اوراش حوار على مستوى السكنه واعداد المدينه، كاين حوار وطني حول اصلاح القضاء، كاين حوار في الاعلام. واليوم كنشوفوا الهيئات ديال اللي مخول لها ان تضع مدونات الصحافه والنشر وغيرها تشتغل. اذا احنا كلنا اليوم مسؤولين على اننا اولا نسهم في بناء المناخ السليم اللي غينتج لنا فيما بعد قوانين سليمه لتنزيل الدستور. بالنسبه للتعليم العالي ومجانيه التعليم وغير ذلك. وشكرا. اليوم احنا مسؤولين جميعا على حمايه مكتسباتنا الديمقراطيه وعلى تمنيعها. إلا نزلنا مستوى النقاش وبقينا في شد اللي نقطع لك، يجب أن نتأكد بأن اللي غيضيع في المرتبة الأولى والأخيرة هو هذا البلد وهو هذا المسار اللي مشاو فيه واللي بناوه المغاربة. أنا أقول بأنه بناوه بتضحيات جسيمة، ومازالين اليوم الشباب يعلقون الآمال الكبيرة على هذا الاستثناء المغربي اللي خصنا نردوه استثناء فعلي، لأن الأضواء مسلطة علينا في واقع إقليمي متحرك غير قار. التجربة المغربية مازال يمكن أن نستثمر فيها الكثير ومازال يمكن أن تنتج، ولكن على أساس أن تتضافر جهود الجميع، لأننا بقدر ما نمنع ونقوي هذا المناخ الديمقراطي بقدر ما جميع الفرقاء مختلف الحساسيات ستجد المكانة الطبيعية ديالها في إطار تداول ديمقراطي يجب أن نعمل جميعا على التأسيس له. التاريخ غتقولوا لنا وما كاينش اختلاف عموما، ما كاينش اختلاف، كاين نقاش، ما كاينش قوالب السكر. لا غير